ازيك يا فندية، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون بخير. لان الاختراعات غالبا بتظهر بسبب الاحتياج او بسبب الصدفه، فده اللي حصل سنه 1948 لما قررت اسره المهندس الامريكي جون هاتريك، وده كان مهندس في البحريه الامريكيه، واللي قرر مع عيلته ان هم يخرجوا في رحله عشان يقضوا وقت مع بعض. بس للاسف الرحله دي ما اكتملتش لانهم اتعرضوا لحادث واصطدموا بشجره كبيره جدا كانت على الطريق. وبالرغم ان هاتريك ما حصلوش اي حاجه في الحادثه دي ولا اصابات، بس زوجته وبنته اتصابوا باصابات بسيطه جدا. وزي ما قلنا الاختراعات ممكن تظهر بالصدفه، فهو ده اللي حصل مع هاتريك لما اخترع واحده من افضل وسائل الحمايه اللي موجوده لحد النهارده، وهي الوسائد الهوائيه القابله للانتفاخ واللي بتسمى بالاير باجز. بعد 5 سنين من التصادم ده قدر هيدريك ان يسجل براءه الاختراع ده باسمه، وتحديدا في 18 اغسطس سنه 1953. والصدفه بقى ان في نفس الوقت تقريبا كان في مهندس الماني اسمه والتر ريندر بيشتغل تقريبا على نفس الفكره بتاعه هيدريك، وقدر ان ياخد براءه اختراع ليها هو كمان، وتحديدا يوم 12 نوفمبر سنه 1953. يعني تقريبا كانوا بيشتغلوا هما الاثنين على نفس الفكره في نفس التوقيت. طب ما كنتوا اشتغلتوا مع بعض وريحتوني. وطبعا كان في اختلاف ما بين التصميمين، وهو ان عمنا والتر صمم وساده هوائيه بتشتغل اما عن طريق الصدمات او عن طريق السائق نفسه. يعني حضرتك كنت داخل على الحادثه، يا ريت بعد اذنك لو مش هنتعبك يعني تلحق تشغل الايرباج بنفسك. في البدايه كان الهدف التجاري من استخدام الايرباج هو حمايه الطيارين ورواد الفضاء، بس طبعا ما قدروش ينتجوها لاسباب تجاريه، وده اللي خلى شركات عربيات زي فورد وجنرال موتورز تقوم بتطوير النظام ده علشان يستخدموه هم بقى في العربيات. بس للاسف برضه ما قدروش ينتجوها لاسباب تجاريه. في البدايه الاختراع ده كان بسيط وبيعتمد على كيس بيتملي بالهواء بالكامل، بس كان الوقت اللي بيتملي فيه الكيس ده ممكن يوصل ل4 ثواني علشان بس يفتح ويقوم بدوره، وطبعا ده وقت طويل جدا طبعا بخلاف ارتفاع السعر واللي وصل في الوقت ده ل 225 دولار، وده طبعا كان مبلغ كبير جدا وقتها. لحد ما جت سنه 1967 واللي شهدت طفره في تطوير نظام الايرباج على ايد مهندس امريكي اسمه الان بريد. والراجل ده لوحده قدر يبتكر 24 تقنيه مختلفه طور بيهم الايرباج، منهم مثلا نفخ الكيس ده باستخدام النيتروجين بدل من الهواء المضغوط وفي اقل من 30 ملي ثانيه عن طريق جهاز استشعار اللي هو السنسور او زي ما بنسميه الحساس. وكمان قدر يزود عدد الايرباج الموجوده في العربيه ما بين اماميه وجانبيه، وكلها مهمتها حمايه الراس والصدر والجذع. ده كمان غير الاماكن المخصصه لركاب المقاعد الاماميه، واللي الايرباج بيكون مسؤول فيها عن منع خروج اجسامهم من النوافذ ومنع اصطدام رؤوسهم بقوايم العربيه او الزجاج الامامي، لحد ما وصل التطوير ده للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. فنلاقي الايرباج بيشتغل اعتمادا على قوه الفرامل. العالم كله استنى لغايه سنه 1973، وهو ده الوقت اللي قدمت فيه شركه جنرال موتورز اول وساده هوائيه بالشكل المتعارف عليه دلوقتي، وده كان في عربيه شيفرليه من نوع امبالا. وطبعا لان التكلفه كانت عاليه جدا فبقى الايرباج ميزه اختياريه، وتم تصنيفه على ان هو من ضمن الكماليات او الرفاهيات الموجوده في العربيه. وللاسف توقف انتاجه مؤقتا لحد بقى ما جت العملاقه مرسيدس في الفتره ما بين سنه 1984 و 1986 وحطوا الايرباج في كل موديلاتهم اللي باعوها في امريكا. وده اللي خلى الحكومه الفيدراليه الامريكيه في فتره التسعينات تطلع قرار بان الايرباج يكون اجباري في كل العربيات. المعلومه الاهم بقى والخلاصه في موضوع الايرباج هي اللي اكدتها الاداره الامريكيه الوطنيه للسلامه المروريه على الطرق السريعه ناشونال هاي واي ترافيك سيفتي ادمنستريشن في تقرير رسمي بان الايرباج بيقلل احتماليه الوفاه بمعدل 12%، زي ما حزام الامان بيقلل من احتماليه الاصابه بمعدل من 40 ل 60%، بس بشرط استخدام الاثنين مع بعض مش واحد منهم على حساب الثاني. واعلنت كمان ان الوفيات الناتجه عن التصادمات الجانبيه انخفضت بنسبه 41% في العربيات المزوده بايرباج، وقلت الوفيات بنسبه وصلت ل 63% سواء للسواق او للراكب الامامي. وربنا يستر طريقه.